الكره مشات بسنتيمترات على المرمى. سيف ديال بورا المدرب البلجيكي اللي خدا زمام الامور التقنيه بدلا من الاسباني خوان كارلوس غاريدو. كان طموحه كبير بانه يتوج بلقب دوري ابطال افريقيا. كنعرفوا القيمه ديال هذا الكاس القاريه، ولكن ما سعفتوش الحظوظ. البحث دائما على لما لا معانقه لقب مع فريق الوداد، وان كان يمكن نقول بان المدربين المغاربه اكثر. هذه فرصه والهدف. ايوب العبلود في المكان المناسب يضع الكره في الشباك. التمريره كانت ممتازه. ايوب العبلود ينطلق وراء ظهر المدافعين ويضع الكره في الشباك. هدف اول وفرحه لجماهير فريق الوداد. اذا النتيجه تغيرت هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس لفائده فريق الوداد الرياضي البيضاوي. تمريره ممتازه. ايوب العبلود في ادواره الهجوميه يتمكن من وضع الكره في الشباك. دون يا سفين، دون كل كبيره وصغيره، باعتبار حتى الان بان لقاء الجيش والرجاء 0 لمثله، وايوب العبلود يضع الكره في الشباك. تقدم لفائده فريق الوداد. لاحظوا هدف جميل لفائده الوداد. ايوب العبلود ازدواجي على مستوى الادوار، الدور الدفاعي والدور الهجومي. تمريره من هشام بن سفيان لايوب العبلود ما زاد ما نقص، حتى الكره ما خلاهاش تسقط الارض، وبالتالي هدف اول لفائده فريق الوداد بواسطه كنقول المتالق ايوب العبلود اللي كيتمكن من وضع الكره في الشباك. اذا هدف اول لفائده فريق الوداد.